Il s'agit d'un déraillement qui a eu lieu à l'entrée de la gare de Snezza à 13h35. Le train portait le numéro 125 assurait la liaison directe Casablanca-Fès. La composition deux locomotives, un fourgon générateur et ses voitures, permettant une capacité de 500 places. Et on avait 240 voyageurs à bord du train. Alors le train a emprunté à vitesse élevée, c'est-à-dire supérieure à ce qui peut être supporté dans cet aiguillage lors de sa réception en gare de Snezza. L'itinéraire donnant accès aux voies de service et a déraillé sur la première aiguille en position dévie. هو أن السلامة ديال سير القطارات في المكتب الوطني للتسكيك الحديدية كتحظى بواحد الأهمية قصوى. الدليل على ذلك هو أن أكثر من 70% ديال المعاونين في المكتب الوطني للتسكيك الحديدية معنيين بشكل أو بآخر بالسلامة ديال سير القطارات. كذلك المنظومة المعتمدة في المكتب الوطني للتسكيك الحديدية بصفة عامة، المنظومة ديال التدبير ديال السلامة هي منظومة اللي هي سيستيميك، واللي المنظومة ديال المكتب الوطني الحديدية هي تخضع للمعايير الدولية في هذا الإطار. واللي نأكد عليه هو أن أي منظومة في السلامة ديال السكك الحديدية كترتكز على ثلاثة ديال الركائز. الركيزة الأولى هي العنصر البشري، الركيزة الثانية هي المساطر اللي كتنظم سير القطارات، والركيزة الثالثة هي اللي كتخص كل ما يتعلق بالتجهيزات السككية. إذا الركيزة الأولى اللي هي العنصر البشري وهي أهم شيء في المنظومة، فيما يخص المكتب الوطني للتسكيك الحديدية، لا فيما يخص الولوج إلى المهنة اللي كتتعلق بالسلامة ديال سير القطارات، فكتخضع المسائل اللي هي جد مدققة، لا فيما يخص التأهيل المهني، لا فيما يخص الفحوصات الطبية اللي كنقوموا بها، ولا الفحوصات السوسيو تقنية اللي كنقوموا بها لولوج المهنة، ولا الامتحانات المهنية اللي كنمروها بالنسبة للناس اللي كيولجوا المهنة. ومن بعد التكوين الضروري لولوج مهنة من المهن ديال السلامة، فمن بعد كيتم كذلك عاوتاني متابعة لصيقة المعاونين اللي عندهم المهمة ديال الأمن. فكل 15 عون عندهم مسؤول اللي كيتابعهم متابعة لصيقة فيما يخص الكيفية اللي كيمارسوا بها المهام ديالهم. كذلك هناك كل سنة فحوصات طبية، فحوصات تقنية، وتكوينات وتدريب ميداني، على أساس بأنه نتأكد بأن كل سنة بأن العون عنده المؤهلات أنه يمارس المسؤولية اللي عنده ديال السلامة. هذا فيما يتعلق بالعنصر البشري. فيما يخص المساطر، فكل تقريبا بطريقة كذلك دورية كيتم نظرا للتطورات اللي كتحصل في المنشآت، لا في اطار البنش مارك اللي كنديروا مع شبكات اخرى، كيتم كذلك التحيين ديالها، وانها باش تتطور كذلك التطوير اللي كيحصل على صعيد حتى العنصر البشري، خص المساطر هي انها تواكب. كذلك كل ما يخص التجهيزات اللي كتتعلق بالامن والسلامه، واللي كتجي لانها باش تحد من التدخل ديال، ما تقولش تحد من التدخل العنصر البشري. العنصر البشري كيبقى ديما هو العنصر الاهم في هذا، وانما كتكون كحلقه دو غاتراباج، لان كتجي انها تقوم مقام العون في حاله اذا كان هناك خلل فيما يخص العنصر البشري، واللي حتى هو عاده كنعملوا في بحال مثلا جينا البرنامج 2010 2015. ففي هذا الاطار كاين هناك مجموعه ديال الاستثمارات اللي غاده في هذا الاتجاه. اذا المنظومه اللي كترتكز على هذه الثلاث الركائز واللي كتعمل في اطار التجاذب ما بيناتهم بثلاثه، كيتم التطوير ديالها سنه على سنه. بطبيعه الحال ما ننتظروش تيكون الحديث عاد اننا
نطوروا منظومه التطوير ديالها هو بطريقه مستمره. وكاين هناك واحد المجموعه ديال الهيئات على الصعيد المكتب الوطني للاستكاك الحاديه بما فيها الهيئه الاستراتيجيه ديال السلامه والامن اللي كتعقد كل 3 اشهر، واللي كترأسها المدير العام، واللي كتمشي في اطار باش اننا نتبعوا شنو هي المؤشرات السلامه اللي عندنا التتبع ديالها، وشنو هي المناطق ديال الخطر اللي كاينه، وشنو هي التدابير اللي خصو ياخذ كل قطب ولا كل مديريه فيما يخص الجزء السلامه اللي كيعنيه. فبالتالي وبطبيعه الحال هذا الحديث كذلك انه استنفر جميع المتدخلين وجميع المسؤولين على الامن والسلامه، وعملنا بدون انقطاع من الاربعاء الخميس الجمعه السبت الحد على اساس اننا نفهموا مزيان اشنو وقع، وعلى اساس انه كذلك وبحال اللي قلت ما انتظرناش تيكون الحديث. كاين مسائل اللي كتمشي بطريقه هذا، الا انه الحديث بطبيعه الحال انه دفعه اخرى على اساس باننا نمشيو في اتجاه اننا نتفاداو ان شاء الله انها تكون حوادث اخرى، الا انه كما قلت فان الخطر صفر ما موجودش، ولا بد هناك خواطر، والدور ديالنا والمسؤوليه ديالنا ان هذا الخطر اننا ندبروه على اساس اننا نقللوا منه.